كلنا عدينا باللحظة دي، ماشي في سلام، كل حاجة تمام، وفجأة بوم! صباع رجلك الصغير يتخبط في طرف الترابيزة، وجع يخليك تحس إنك هتموت، صوت داخلي بيصرخ، وكل اللي يطلع منك هو آه. بس السؤال هنا، ليه دايماً الخبطة دي مؤلمة بالشكل ده؟ وليه دايماً بتحصل في توقيت غريب؟ النهاردة هنسافر رحلة غريبة، رحلة جوه الجسد وجوه المخ وجوه الوعي نفسه، علشان نفهم ليه صباع رجلك الصغير بقى رمز خفي للألم الإنساني كله. أول حاجة لازم نعرفها إن صباع رجلك الصغير مش كمالة عدد، ده واحد من أهم أدوات التوازن في جسمك. هو بيساعدك تمشي، تثبت وتتحكم في اتجاهك، بس في المقابل هو أكتر جزء مكشوف، ضعيف، وبيتحمل الصدمات بدل جسمك كله. ولما يخبط، اللي بيحصل جواك مش مجرد وجع، ده انفجار عصبي فعلي. جسمك فيه أكتر من 7000 نهاية عصبية في الرجل بس، والصباع الصغير مليان منهم. فلما يخبط، الإشارات العصبية بتجري بسرعة النار في سلك كهرباء، تروح للمخ، والمخ يترجمها فوراً كوجع قوي جداً. بس ليه بتحس إنك مش قادر تتحكم في نفسك وقتها؟ لأن مركز الألم في المخ هو نفسه المركز المسؤول عن الغضب والانفعال. فبمجرد ما تتخبط، الجهاز العصبي بيعلن حالة طوارئ، خطر خطر، وبتبدأ ردود أفعال لا إرادية، زي الشتايم اللي بتطلع أو الصرخة اللي مش بتتحكم فيها. المثير في الموضوع إن الألم مش بس إحساس جسدي، ده كمان إحساس نفسي. في لحظة الخبطة، المخ مش بيفصل بين الوجع الحقيقي والمتخيل، وبيفكر في كل المرات اللي وجعك فيها نفس الجزء، كأنه بيقولك أنا فاكر الموقف ده وجاهز أعيش الوجع تاني. وده ليه اسم في علم النفس، ذاكرة الألم. الألم ليه ذاكرة، وبيفكرك دايماً إنك مش invincible، إنك ضعيف، وإن دي مش نهاية العالم. بس السؤال اللي فعلاً بيجنن، ليه دايماً بنخبط في صباعنا الصغير تحديداً؟ الجواب بسيط وعميق في نفس الوقت. الصباع ده هو أبعد نقطة عن مركز نظرك. أنت دايماً شايف إيدك، جسمك، راسك، لكن رجلك دايماً بره مجال رؤيتك، وده بيخليه يعيش في عالمه الخاص، عالم التفاصيل اللي بننساها. الخبطة دي رمز لكل حاجة في حياتنا مش بنشوفها غير لما توجعنا. أوقات كتير الألم بيكون مجرد نداء من الحياة، بيقولك أنت مش واخد بالك من نفسك، وصباعك الصغير هو المتحدث الرسمي باسم الوعي الجسدي، الوجع اللي بيخليك تقف لحظة، تفكر وتفتكر إنك عايش في جسد محدود لكنه مليان معاني. في وجع بينتهي ووجع بيعيش جواك. خبطتك في صباعك الصغير بتخلص في دقايق، بس ذكراها بتعيش سنين. المخ بيخزن الألم علشان يتعلم منه، بس أوقات بيبالغ ويحول التجربة الصغيرة دي لذكرى ضخمة. وده خلينا نسأل، هل إحنا بنخاف من الألم ولا من تكراره؟ في لحظة الخبطة، الوعي بيختفي، أنت بتنفجر، الإنسان اللي جواك بيرجع بدائي. ده نظام دفاعي قديم جدا من أيام الغابة، الفرق الوحيد إن دلوقتي الوحش بقى الترابيزة. بس بعد دقيقة لما تضحك، ده معناه إن الوعي رجع، ورجع معاه المعنى. الألم هو المعلم الأول، هو اللي بيقولك خلي بالك، هو اللي بيخليك تتواضع. صباعك الصغير بيذكرك إنك مش خارق، مجرد إنسان. كل خبطة منه رسالة بتقولك ما تتجاهلش جسدك. العقل والجسد مش منفصلين، هما واحد بيتكلم بلغتين مختلفتين. الجسد يقول في وجع، العقل يترجمها بمعنى. فلما صباعك يخبط، ده الجسد بيقولك اسمعني بقى. يمكن علشان كده الخبطة دي بتفوقك فعلا، بتخليك ترجع للحاضر، صفعة من الكون بتقولك ركز هنا دلوقتي.
كل وضع فيه فرصة تفهم نفسك أكتر. الألم مش عدوك، ده المرشد الصغير اللي بيقولك لسه فيك حياة. وصباعك الصغير هو البوابة اللي بتربط الوعي بالجسد. كل مرة صباعك يخبط بيفكرك إنك مش كامل، بس لسه إنسان. ده درس في التواضع والتقبل. مش لازم تكون مثالي عشان تكون حي. يمكن أبسط جزء فيك هو أعظم معلم في حياتك. بعد الوجع بيجي الصمت، لحظة ما فيهاش ماضي ولا مستقبل، بس فيها أنت. ودي لحظة الوعي الحقيقية، الآن. كل خلية فيك بتحكي حكايتك، وصباعك الصغير أكترهم صراحة. هو نقطة الاتصال بينك وبين الواقع، بينك وبين الأرض. الخبطة دي نداء بسيط: رجع للأرض يا صاحبي، لسه فيك حياة. بندور على المعنى في الكواكب والنجوم، وننسى ندور تحت رجلينا. بس المعنى الحقيقي ساعات بيستخبى في التفاصيل الصغيرة، في الوجع البسيط اللي بيفوقك، في الضحكة اللي بتيجي بعد الخبطة. كلنا بنخبط، بس ولا وجع بيعدي من غير معنى. كل ألم صغير بيقولك ارجع لنفسك، ارجع للحظة. يمكن الحياة كلها سلسلة خبطات صغيرة، كل واحدة منهم بتفوقك لحظة وتفكرك إنك لسه عايش. فالمرة الجاية لما تخبط في صباعك الصغير ما تزعقش، ابتسم، لأن يمكن الوجع ده جاي يقولك أهو لسه فيك إحساس، ولسه الدنيا بتناديك ترجع لها. قبل ما الفيديو يخلص قولي تحت في الكومنت إيه أكتر موقف بسيط وجعك بس خلاك تفكر في نفسك بطريقة مختلفة. واشترك في القناة علشان توصلك كل الحلقات الجديدة من لحظة وعي، لأن المرات الجاية هنغوص أعمق جوه النفس والوعي.